بكم في الفقرة العربية. الموضوع اللي هنتكلم فيه النهارده خطير وهيحدد مصير سوريا. من فترة تم عقد مؤتمرضخم جمع بين المؤسسة الدينية التابعة لنظام بشار وبين حزب البعث العربي الاشتراكي. الندوة كانت بعنوان الدين والعلمانية. يعني الموضوع مهم قوي بصراحة، يعني في ظل اللي بيحصل في سوريا كان مهم قوي ده. بس بصراحة المؤتمر جاوب على سؤال مهم قوي، يعني ايه دين؟ يعني ايه علمانية؟ فالمؤتمر ادانا معلومة مهمة قوي، كان من ضمنها مثلا يعني ايه دين؟ الإسلام والدين شيئان متلازمان، والدين ديانات أيضا، وهناك ديانات غير توحيدية كالبوذية والهندوسية والكونفوشية إنهم يتبعون دينا جديدا، فماذا نحن فاعلون؟ اولا اسمها الكونفوشية مش الكونفوشية، ما تقعدش تألف لنا اديان وانت قاعد كده. بس بصراحة عرفنا معلومة جديدة، ان الدين والاسلام حاجة واحدة. انا كنت فاكر ان كل حاجة لوحدها. لا شكرا على الاضافة يا استاذ والله. بس بعد ما عرفنا يعني ايه دين، مهم جدا نعرف يعني ايه علمانية. العلمانية هي من اللاتينية أي من اللادينية. العلمانية يعني الدستور والتشريعات والقوانين غير مستمدة من الدين، والدولة الدينية يعني الدستور والتشريعات مستمدة من الدين. وبكده لازم تكون بقى، لازم نفهم بقى يا ترى سوريا علمانية ولا إسلامية؟ الإسلام الحق هو الإسلام الذي قال عنه هذا القائد هو الإسلام المحمدي. العلمانية التي نريدها هي العلمانية التي تحدث عنها قائد هذه الأمة. خسئتم؟ نحن مصدر الإسلام ونحن مصدر العلمانية. اهدوا انتوا الاثنين، اهدوا، مفيش داعي خالص انتوا تتخانقوا. على فكرة ده هلال الأمين القطري المساعد لحزب البعث، يعني الطرف العلماني، والظاهر ان هو متخانق مع هلال الثاني اللي هو الإسلامي. احنا محتاجين حد يخش كده ويخفف التوتر ما بينهم. كده العلمانيين هيمسكوا في الإسلاميين في قلب الندوة، عيب، ده انتوا برضه ولاد نظام واحد. وأنا أذكر مرة كنا بمعية سيادة وزير الأوقاف مع السيد رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد في جلسة خاصة، وكان يتحدث عن العلمانية وعن العلاقة بين المؤسسة الدينية وبين حزب البعث العربي الاشتراكي. فقال له السيد الوزير سيادة الرئيس: أقرب ما نجد أنفسنا نحن في المؤسسة الدينية إلى المفكرين في حزب البعث، وأقرب جريدة نجد أنها تقترب منا هي الجريدة الناطقة باسم حزب البعث. صحيح سيادة الوزير؟ شكرا على التدخل الإيجابي ده. طبعا لو كان قال حاجة غير كده ما كانش زمانك بتحكي الحكاية دي. بس انت هديت النفوس. بس احنا برضو لازم نحط حد للخلاف ده، عشان سوريا بتواجه مؤامرة خارجية ومفيش وقت بقى للنزاعات الداخلية دي، عيب. فاحنا لازم بقى نختار شخص نكون كلنا متفقين عليه، ويكون بقى ايه، يهدي ويحكم ما بين الطرفين. السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد. السيد الرئيس بشار الأسد. القائد بشار الأسد. قائدنا الرئيس بشار الأسد. لقائد الوطن الدكتور بشار الأسد. إنه السيد الرئيس بشار الأسد. للسيد الرئيس بشار الأسد. من السيد الرئيس بشار الأسد. الدكتور الرئيس بشار الأسد. الرئيس الأسد. السيد الرئيس. الرئيس الأسد. للسيد الرئيس بشار حافظ الأسد. إنه رئيس الجمهورية. أي أنا. كله طبعا هيختار بشار، يعني مفيش واحد يجرؤ يقول حاجة غير كده. بس ليه؟ هو صحيح بشار رئيس الجمهورية، بس ده مش سبب عشان يكون حكم. خصوصا يعني بشار يعتبر الأمين العام لحزب البعث، يعني طرف مش محايد، ده راجل علماني، ما ينفعش خالص. لا يمكن أن نستورد المفهوم كما جاء. من الذي يحدد إذن المفهوم في البلاد؟ إنه شخص واحد، والذي أجمعت عليه الأمة وأجمع عليه الشعب إنه رئيس الجمهورية. أي أنا. العلمانية السورية وفق مفهوم الرئيس الأسد وتطبيقه. أي أنا. العلمانية وفق مفهوم الرئيس الأسد وتطبيقه. العلمانية التي نريدها هي العلمانية التي تحدث عنها قائد هذه الأمة. أي هو. خلاص طالما الطرفين متفقين يبقى خلينا نحكم بقى ايه في الخلاف ده بواسطة الرئيس بشار الأسد. بس ايه العلمانية بمفهوم بشار؟ يعني هل هي علمانية جديدة مثلا؟ شكل الحكم شيء ومنهج العمل السياسي شيء آخر. الإسلام السياسي هو منهج سياسي يستغل العواطف الدينية للناس من أجل أجندات سياسية محددة لأشخاص أو لدول. ده كلام صح ومعقول جدا. الإسلام السياسي كلنا شفناه بيستغل عواطف الناس من أجل أجندات لدول زي إيران، صح؟ اللي هي حليفتك بالمناسبة. إزاي بقى تقول الكلام ده وإيران موجودة؟
هنا السؤال: كيف تتحدث عن هذا الكلام وإيران موجودة وإيران حليفك وحزب الله وإلى آخره، حتى حماس قبل أن نقول عنها بأنها أخوان مسلمين. ولكن الشكل، إيران أرادت أن يكون فيها ولاية فقيه وأن يكون فيها إمام وكل هذه الأشياء. بالأخير إيران على ماذا تستند في حكمها؟ على الشريعة الإسلامية. الله أكبر. نكفر يعني؟ أي كلام بيتقال. يعني إيران مع أنها دولة دينية وعندها ولاية فقيه وبتطبق الإسلام السياسي، بس هي ما بتطبقش الإسلام السياسي، صح؟ على العموم مالناش دعوة وضع خارجي، احنا مالنا ومال الوضع الخارجي، احنا عايزين الوضع الداخلي. يا ترى سوريا تحت حكم بشار إسلامية ولا علمانية؟ طب أنا أريد أن أسألكم: على ماذا يستند الدستور السوري؟ على الشريعة الإسلامية، الفقه الإسلامي تماما. على ماذا تستند كل قوانين الأحوال الشخصية في سوريا؟ على الشريعة الإسلامية. طيب نحن أيضا دولة بهذا المنطق هي دولة إسلامية. أظن كده الموضوع اتحسم خلاص. سوريا دولة إسلامية، يلحق استخبى بقى دي. الإسلاميين السوريين يفرحوا بقى، يقيموا الأفراح، مش عايز أسمع أي اعتراضات. رئيس الجمهورية يعني أعلى سلطة في البلد، مفيش أي كلام بعد كلامه. So Syria is secular country and the Syrian society is secular society. كده اتحسمت خلاص. سوريا علمانية. الحق استخبى يا دياب برضه. انت كده لحقتنا تتنفخ. لا بجد انا تهت يعني، اذا كان رئيس النظام نفسه مش عارف اذا كانت سوريا اسلاميه ولا علمانيه، احنا اللي هنعرف. بس لحظه كده، وزير الاوقاف قال احنا عايزينها علمانيه بمفهوم بشار، يعني قصده. أشكر الرعاية والاهتمام أيضا من الأمين القطبي المساعد المهندس الرفيق هلال. هذا الكلام الجميل الذي تكلمت به الرفيقة الداعية. انت بعدك انت ما بتتغير، محير لي قلبي ومحير، وبعده قلبك طفل صغير. طمني كيفك انت يا رب تدوم ايامنا سوا. اللهم آمين. اللهم امين يا رب، اللهم امين. ربنا يقوي ايمانك يا شيخه. ايوه كده، في ظل نظام بشار تلاقي العلمانيه والاسلام اتجوزوا مع بعض، يعني زواج مدني شرعي على سنه البعث ورئيسه. بس انا برضو ما فهمتش يا جماعه، يعني هي كده دلوقتي لما تبقى علمانيه واسلاميه في نفس الوقت، ده شكلها عامل ازاي؟ في هذا النسيج الديني مع بلاد علمانية إسلامية. بالظبط، مش مهم الدوله تكون اسلاميه او علمانيه، اللي شفناهم دول في المؤتمر هم بس كومبارس، مهمتهم ان هم يدوا للنظام شرعيه. النظام الاستبدادي لا بيهمه لا دنيا ولا دين، المهم عنده ازاي يثبت حكمه. يعني لو الدين هينفعه هتلاقيه عامل دوله اسلاميه، ولو ما نفعوش يروح عامل دوله علمانيه او شيوعيه او اي حاجه. زي ما قلنا النظام الاستبدادي لا يفرق معاه لا دين ولا دنيا. استنونا الفصل الجاي.